حكم من يجلس في صلاة التراويح حتى إذا هم الإمام بالركوع قام وكبر وركع وهو لم يقرأ الفاتحة، هل صلاة مثل هذا صحيحة؟ ما هي بصحيحة، لأنه ترك ركن الوقوف، وهو يقدر عليه. إنما يسقط الوقوف عن من لم يدرك الإمام، جاء متأخرا وأدرك الركوع فقط، يركع معه ويسقط عنه الوقوف لأنه فات. أما إنسان يجلس يتعمد هذا ولا يقوم إلا عند الركوع ما تجزي هذه الركعة، لأنه ترك ركنا من غير عذر. كان بإمكانه ما دامت الصلاة نافلة تراويح مثلا أنه يكبر ويقرأ الفاتحة وهو جالس، لأنه يجوز للمتنفل أن يجلس. أما الفريضة لا بد من القيام، على الأقل يقولون بقدر قراءة الفاتحة، لازم من القيام قبل الركوع إذا تمكن منه لا بد منه بقدر قراءة الفاتحة. نعم.